بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا النبي، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. خلاص بقى كأس العالم الحمد لله خلص بقى. عايزين نبدأ بقى نيجي المساجد كده بقى ونملاها كده ونقعد بقى في المساجد حتى الفترة من صلاة المغرب لصلاة العشاء، نعمر المساجد بتاعتنا ونقوم أعمال الدعوة. الحمد لله خلص بسلام، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ما حصلش أي مشكلة. والحمد لله اطمأنينا بعد ما جينا من الجولة اللي هو يوم الحد اللي كان نهائي كأس العالم، وميسي خد الكاس وتمام التمام. لكن يا حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، احنا عايزين نشرب يعني من كأس النبي صلى الله عليه وسلم شرب لا نظمأ بعدها أبدا. فنلتزم بقى بالمساجد بقى، يعني لعبنا شوية وضيعنا من وقتنا شوية وفرحنا وهيصنا، يعني كفاية كده بقى. يعني نبدأ بقى نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونلتزم بالمساجد ونحاول نقعد فيها. والموضوع خلص يعني وانتهى بقى. أبدأ أشوف أنا بقى مصلحتي، وأشوف أنا بقى أدور بقى على نفسي. خلاص بقى كده أنا لازم أهتم بنفسي. خلاص أنا اهتميت بالعالم كله بالثمانية مليار، وقعدت واتفرجت معاهم وضيعت وقتي زيهم من عمري، فالحمد لله. انا ببارك لكم، بقول لكم الحمد لله، ربنا الف بركه يا سيدي، وربنا يتقبل منكم صالح الاعمال. فنبدا نرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيبانه مفتوحه، لا في جرس محطوط على الباب ولا في غفير على الباب ولا حد بيمنع حد من دخول المساجد، الحمد لله. فنبدا يعني نضبط نفسنا مع ربنا ونرجع لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يقبلنا. ويا رب عقبال كاس العالم الجاي ابصر هنكون عايشين ولا ميتين، ما احناش عارفين. فاحنا بنقول يا احباب النبي عليه الصلاه والسلام، ازاي الانسان يهتم بنفسه، لان هخش القبر لوحدي.